مين يقدر ينسى الجون ده؟ على اليمين لزياد طارق، عاوز يعدي، المهارة والتصويبة حلوة والهدف. زياد طارق جناح سريع مهاري وخفيف، لاعب فعلا يتقال عليه موهوب، لاعب تألق بشكل كبير مع الاهلي، وتوقعت ليه شخصيا مستقبل كبير لما طلع مع الفريق الاول في 2021، وبعد تقريبا 3 سنين من التاريخ ده بقى لاعب اتلفه طارق العشري. زياد كان ابرز لاعبي الاهلي في كاس الرابطه لما الفريق لعب بالسكند تيم، وده خلى بعد كده بيتسو موسيماني يديله شويه وقت في الدوري. وبعد رحيل بيتسو موسيماني وابتعاد الفريق عن المنافسه في الدوري، قرر مجلس الاداره اراحه الفريق الاساسي وان هو يلعب بالبدلاء واللعيبه الصغيره. وبرضه في الفتره دي كان ابرز لعيب في الفرقه هو زياد طارق، اشاده كبيره في كل الاستوديوهات، ونظروا ليه انه اللاعب الوحيد اللي كسبه الاهلي من الفتره الصعبه دي. بعدها زياد بيشوف انه محتاج وقت لعب اكتر عشان يتطور، ويقرر يطلع اعاره لسموحه، وهناك زياد ما بياخدش فرصه، وطارق العشري يطلع علنا في الاعلام ويقول ان هو ما كانش عايز اللعيب اصلا، وده بعد خلاف كبير بين المدرب وفرج عامر رئيس النادي. تخيل ان لاعب لسه بيبدا مسيرته ويسمع بودانه ان المدير الفني مش عايزه. طبعا ده اثر كتير قوي على زياد، والبريق اللي كان جاي بيه من الاهلي قل قوي. بعد انتهاء الاعاره وفشلها، الاهلي بيستغنى عن زياد وبيروح لامتى، وهناك ما بيقدمش جديد، وبيطلع اعاره للداخليه بيفشل حتى ان هو يحجز فيها مكان اساسي، ويروح زياد في طي النسيان. مع ان انت لو بصيت لمستواه من 3 سنين وقارنته باجنحه الاهلي اللي موجوده دلوقتي، هتلاقيه يلعب عليهم اساسي عادي. وعموما هو لسه عنده 24 سنه وعنده فرصه كبيره يلحق مسيرته.